الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من واشنطن، من أمام البيت الأبيض، ببعت لكم سلامي من أمريكا. حابب نحكي لكم قصة جميلة عرفتها لما وصلت أمريكا هنا. عرفت إن في عباد ربانيين في كل حتة في العالم. العبد الرباني المتخلق بأخلاق الله، اللي عايش في الدنيا عشان يأثر في الناس ويسيب بصمته. مسلم سوداني اسمه ممتاز، جه هنا أمريكا وسكن هو ومراته، وقدر الله سبحانه وتعالى سكن في حتة كان فيها جارته ست كبيرة في السن يهودية. فأول ما شافته مسلم أسمر قعدت تشتمه: انتوا إرهابيين، انتوا المسلمين اللي جايين تاخدوا أرضنا، أمريكا دي أرضنا. وفضلت تعايره بأن هو مسلم أسمر إرهابي، وهو سبحان الله بيتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن الجاهلين ومش عايز يتخانق معاها ولا عايز يرد عليها، لأنه هو عارف كويس قوي أن الأخلاق هي أكتر حاجة مؤثرة في الناس. عدت الأيام وبعدها بشهر شهرين راجع بيته بعد الشغل، لقى الست دي شاب بيضربها قدام بيتها. عقبال ما ركن عربيته وطلع يجري عشان ينقذها، لقاها واقعة في الأرض مغمى عليها، وطلع الشاب يجري شالها ممتاز المسلم السوداني وجري بيها على المستشفى. بعد ساعات فاقت لقيته واقف جنبها عشان يطمن عليها. قعدت برضه تشتم فيه: انت المسلم، انت الارهابي، انت الاسمر، وهي كل ده وهو ساكت ومبتسم لغايه ما يطمن عليها. دخل الدكتور قال لها: على فكره انت كان مغمى عليكي قدام بيتك، والراجل ده هو اللي جابك، لولا الراجل ده كنت ممكن تموتي فيها. اتكسفت الست قوي وشعرت بخجل ان فعلا لولا ممتاز السوداني المسلم المحترم كان زمانها ماتت. واخر صوره شافتها قبل ما تشوف منظر المستشفى ده والشاب التاني كان بيضربها. المهم انها رجعت معاه. بعدها بفتره دخل رمضان، على وقت الفطار ممتاز لقى الباب بيخبط، فوجئ ان الست هي اللي داخله عليه. دخلت عليه الست بفطار، قلت له: انا عارفه ان انت ممكن تكون قلقان ان انا اكون حاطه لكم حاجه في الاكل، لان ياما شتمتكم، عشان كده انا هقعد اكل معاكم. عدى اسبوعين واتصل ممتاز بواحد من اصحابي هنا، قال له: عايزه تخش الاسلام. الست اليهوديه هتخش الاسلام، ودخلت الاسلام. وعدى شهرين واتصل برضه ممتاز باحد اصدقائي وقال له: احنا محتاجين كفن وحد يغسل عشان هندفنها في مقابر المسلمين، لان الست ماتت بعد ما اسلمت بشهر او شهرين. ماتت، وبعد ما ماتت اكتشف ممتاز ان هي كاتباله البيت بتاعها. على فكره انك تقتني بيت في امريكا دي حاجه رهيبه، يعني قلت لك الحلم الامريكاني انك تقتني بيت وتتجوز يبقى عندك عربيه، ده الحلم الثروه الامريكي يعني. كتبت له البيت بتاعها، ولما كتبت له البيت بتاعها برضه كتبت له حسابها اللي في البنك عشرات الالاف من الدولارات. ماتت الست، راحت الله عليها بعد ما اسلمت ودفنت في مقابر المسلمين. وبقي العبد الرباني ممتاز، اللي هو اسم على مسمى، العبد الرباني السوداني المسلم اللي عارف ان لازم يكون ليه بصمه في كل حته. دي حكايه حبيت احكيها لكم كخاطره من خواطر